عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة سهل وبسيط مع أم فاتي. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو اليوم في أتم الصحة والعافية، ودائما مع الوصفات السهلة والبسيطة سريعة التحضير واللذيذة في نفس الوقت. اليوم إن شاء الله كما كتشوفوا غادي نحضروا من عجينة واحدة، غادي نخرجوا المالح والحلو، وغادي نحضروا واحد التحليه اللي سريعه والمذاق يا سلام يا سلام ومغذيه في نفس الوقت. كنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك ديالكم، ما تنساوش ايضا تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنبداو اول حاجه بالديسير. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، غنحتاج 2 معالق كبار ديال بودره الحليب، 3 المعالق ديال السكر، دائما السكر كيبقى على حسب الذوق. عندي بيضه صغيره الحجم، وعندي هنايا تقريبا واحد 5 حتى 6 ديال الحبات ديال المشماش مقطع مجفف، مقطع قطع صغيره. وعندي علبه ديال الفلون ديال الكراميل اللي انا استعملت، هذيك ديال 4 الاشخاص. اللي بغى يستعمل اي نكهه كتستعملوا النكهه اللي نتوما كتحبوا، ممكن تستعملوا الفاني، ممكن تستعملوا اي نكهه، اولا الموز حتى هو غيجي مزيان. المهم كتستعملوا اي نكهه اللي بغيتو. هنا غادي ناخذ الحليب ديالي، غناخذ منه تقريبا عا واحد شويه هكا، واحد نص كاس. غادي نضيف عليه داك البيضه، غادي نضيف ايضا داك هنايا الحليب بودره 2 معالق كبار كما قلت لكم. غادي نضيف ايضا داك السكر، وغادي نضيف عندي داك المشماش قطع صغيره. بالنسبه للمشماش راه ممكن تعوضوه بالزبيب، ممكن تعوضوه بالبرقوق، ممكن ديروا اي فاكهه كتبغيو، وكما ممكن انكم ما ديروش. هنا كما شفتوا وضعت داك الفلون، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى يندمجوا. الهدف من هذا الخلط هذا هو يتندمج ليا داك الحليب غبره مع داك البيضه، باش ما يبقاوش عندي تكتلات ويبقاو هكا دوك الخيوطه ديال البيض ما يطيبش ليا ويبقى هكا في الخليط. حتى كتخلطوا مزيان عاد باش كتضيفوا الكميه المتبقيه من الحليب. غادي نستمر في الخفق، من بعد غادي ندي هادشي لفوق النار على عافيه متوسطه مع التحريك المستمر حتى يبدا يغلى لكم هاد الخليط البنات كما كتشوفوا هنا. فاش يبدا يغلي غادي تخليوه يغلي هكاك واحد 2 دقائق، ولا ماشي غير يغلي وتهزوه، غتخليوه يغلي شويه باش هكذا حتى داك المشماش ديالنا يطيب. ونفس الحاجه الا استعملتوه حتى الزبيب كديروا نفس القضيه. غادي نستمر حتى يطيب. كيبان لكم في الاول بحال يخسر، هو راه ما خسرش الحليب، عير مع داك المكونات. صافي دابا غادي ناخذ بالنسبه لي انايا ها هو كما كتشوفوا غلا. دابا غناخذ هاد الزليفات هادو ديال الدسر. صافي هنايا غادي نخوي فيهم الخليط ديالي، وغادي نحاول ما امكن كيما عرفتوا داك المشماش راه مقطع، غادي نحاول هكا نقسم الكميه على حساب دوك الزليفات. بالنسبه لي انا نسيطرو راه خرج لي 4 زلايف بالضبط، فغادي ديك الكميه اللي بقات لي ديال سميتو هكا نوزعها على دوك الزليفات، باش كلشي هذوك الديسير ديالنا يكون فيهم كلهم المشماش. صافي وغادي نخليه في حراره المطبخ حتى يبرد ليا، ياخذ حراره المطبخ، ومن بعد غادي ندخلو الثلاجه ونخليه حتى يبرد مزيان ويتماسك. ودابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا مع بعض العجين ديالنا. بالنسبه للعجين هنا كما كتشوفوا غادي نحتاج الملحه، نبداو بها. عندي معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه الزبده، 2 كيسان ديال الماء اللي هو سخون اولا دافي، وعندي علبه ديال الياغورت مسوس، وعندي هنا ثلث الكاس ديال الزيت، وساشي ديال خميره الحلويات. غادي نبداو على بركه الله في التحضير. غنوضعوا داك الماء ديالنا، الماء طبعا اللي كيكون البنات دافي. دابا راه الحال بارد. غادي نوضع ديك العلبه ديال الياغورت ديال مسوس. بالنسبه للياغورت مسوس الا كان بارد فممكن هكا تسخنوا الحليب، الماء يكون سخون شويه اكثر، باش هكا بحال تقاد لكم يجيكم توازن ما بين داك الياغورت بارد وسميتو. الا كان بحال خديتوه من كنعرف في المطبخ ديالكم فهكا كديروا الماء دافي عادي. كما شفتوا ضفت السكر وضفت داك الخميره حتى هي. غادي نضيف ايضا الزيت. صافي وغنخلط هاد المكونات حتى يندمجوا مزيان مع بعضياتهم، خصوصا هذاك الياغورت مع السكر باش يذوبوا لي هكا يندمجوا مع داك الماء مزيان. صافي ودابا غادي نزيد هذيك الساشيه ديال خميره الحلويات، غادي نخلط مزيان، وغادي ندوز باش غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فغادي نبقى نضيف بكميه حتى يتجمع ليا الخليط. هنا في الاول غادي نستعمل الخلاط اليدوي،
غادي نبقى نطرب ونضيف الكميه الدقيق بشويه بشويه حتى تندمج ليا. الملحه ما تنساوهاش، فانا خليتها في الهكا شويه باش ما تخسرش ليا المفعول ديال الخميره. طبعا الكميه كديروا تقريبا نص معلقه صغيره صافي. وبالنسبه للدقيق راه كتبقاو تضيفوا حتى كتجمع معكم العجينه اللي كتكون طبعا ما تكونش قاصحه، كتكون لينه. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي هز معايا انا هذا الخليط، فهو هز معايا 680 غرام بالضبط البنات. رانا عبرتو قبل ما ندير قبل ما نبدا زعما نحطو. ف 680 غرام اللي بقات لي 20 غرام من 700 غرام، بقات لي 20 غرام صافي. طبعا هذه الكميه راه ما غاديش تلتزموا بها لان على حسب النوعيه ديال الدقيق، فكاين الدقيق اللي كيتشرب، كاين الدقيق اللي ما كيتشربش. المهم كتبقاو في هاد 700 750 غرام 680 في هاد الحدود هذه صافي. غادي نضيف داك الدقيق كما شفتوا بشويه بشويه حتى كيتجمع ليا الخليط مزيان، وكنتحصل على عجينه اللي كتكون خفيفه. هنا هذا هو الشكل ديال العجينه ديالي كما شفتوا. دابا غادي نضيف داك المعلقه ديال الزبده اللي قلت لكم في الاول. بالنسبه لي انا راه استعملت هذه زبده حيوانيه، ممكن تستعملوا الزبده ديال البواطات حتى هي كتعطي مفعول مزيان. هنا غادي ندلكها هكا ندخلها في ديك العجينه، غتبقاو تديوها وتجيبوها في سطح العمل. في الاول راه كما تعودتوا معايا دائما في اي بريوش كنديروه كيبان لكم ان الخليط هكا بدا كيتلصق، ولا غير استمروا في الدلك المستمر، ما تزقاوش من الدليك حتى كيدخل فيها ديك الزبده مزيان. وفي الاخر كتحصلوا على عجينه اللي كتكون مدلوكه وبريوش اللي كيجيكم خفيف بزاف والمذاق ديالو زوين. هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا. دابا غادي نوضعوه في واحد الزلافه هكا وغادي نغطيه وغادي نخليه حتى يخمر. وهنايا تقريبا خدا معايا البنات واحد ساعه الا ربع. هنا كيكون هذا هو الشكل ديالو. غير غطيوه مزيان، الا كان عندكم الحال بارد بزاف فكتدفيو الفران وكتخشيوه صافي. هنا غنحيد ليه داك الاختمار. كما شفتوا العجينه راه عندي خفيفه، واخا هكاك راه خفيفه ماشي عجينه اللي هي ثقيله. غادي نرش سطح العمل بالدقيق وغادي نحط العجينه ديالي صافي. دابا غادي نقسموا على جوج ديال الحصص اولا جوج ديال العجينه، جوج الكرصات اللي غنقسمهم اللي كيكونوا متساويين. وحده غنخرجوا منها المالح وحده غادي نديروا منها الحلو. فطبعا كما شفتوا العجينه راه خفيفه البنات بزاف، فحاولوا معها غير بشويه بالدقيق وما تكثروش، حاولوا هكا ما تكثروش الدقيق بزاف صافي. غادي نخلي وحده اللي غادي ندير منها المالح هو الاول، والاخرى غادي نغطيها ونخليها جانبا حتى نسالي مع الاولى. كنطلقوها هكا بالمدلك دائما مع الرش بالدقيق حتى نتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون على شكل دائري. كتبقاو غاديين معها غير بشويه والمدلك هكا. الا بانت لكم العجينه كتلصق فكتضيفوا الدقيق غير شويه، حاولوا هكا ما تكثروش الدقيق غير بشويه بشويه صافي حتى كتطلق معكم. هنا كيكون هذا هو السمك ديالها البنات، فما رقيقه ما غليظه متوسطه هكا صافي. وغادي ناخذ دابا القطعه ديال البيتزا غنقسمها من نصف ثم الى ارباع ثم كل ربع الى نصف وكل داك سميتو. المهم في الاخر غادي نديرو تقريبا 16 قطعه كما شفتوا صافي. وغادي نبدا نلوي فيهم، غادي نبدا نقطع هكا بشويه من الجنب وكنلوي فيهم على شكل كرواسه صغيره كما شفتوا. راه واضحه الصوره اكثر. كتقطعوها غير شويه هكا من الفم ديالها ومن بعد كتبقاو تلويو فيها كما كتشوفوا حتى تحصلوا على كريويسات اللي كيكونوا صغار. فهنا ما غنحشيوهم دابا ما حتى حاجه، غادي نستمر انا حتى نكملهم كاملين بنفس الطريقه. كما شفتوا هنا راه الكميه ما شاء الله راه 16 حبه اللي عندي. من بعد فاش غادي نكملهم غادي نستفهم في اللاطه ديال الفران. انا مفرشه عليها هنا ورق الطهي، ممكن غير دهنوها مزيان دهنوها غير بالزيت مزيان وتوضعوهم. بالنسبه لواحد الملاحظه البنات، وضعوهم متفرقين لانهم راه كيخمروا وكيضاعف الحجم ديالهم كيكبروا. انا هنا راه خليتهم مجموعين، كتخليهم حتى يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. هنايا بالنسبه للعجين الثاني هنا غادي نطلقوه على شكل مستطيل هكا حتى ياخذ ليا شكل مستطيل. من بعد غادي ناخذ هنا شويه د لاكريم باتيسير وجدتو اللي هو فيه كاس ونص ديال الحليب، معلقه ونص ديال بودره الكريم باتيسير، معلقه ونص ديال السكر وواحد شويه د الفاني صافي. غنخلطو مزيان هكا. درتو في خلطتو طيبتو درتو في الثلاجه حتى برد مزيان وجدتو هو الاول البنات. ما بغيتش نطول معكم الفيديو وصافي. دابا راه كلشي كيعرف يوجد لاكريم باتيسير صافي. وغادي نديروها في الثلاجه نخليوها تتبرد ومن بعد غادي نسرحوها هكا في العجينه كنخلطوها شويه هكا تتعاود تطلق. وهنايا غنزين بواحد شويه د الحبيبات ديال الشوكولات، ممكن تزينوا بالزبيب اولا ديروا باي حاجه بغيتو صافي. وغادي نبدا نلوي
العجينه ديالي غير بشويه كما شفتوا راها خفيفه العجينه البنات بزاف. حاولوا معها غير بشويه حتى تجمع مع تتلوى معكم. كنضغطوه هكا على داك الاخير باش يلصق معكم. نجبدوا العجينه ديالنا وكيكون هذا هو البودان ديال الشنيك ديالنا. غادي نجيب واحد الخيط وغادي نبقى نقطع قطع. طبعا كتبقى الحجم ديالهم على حسب الرغبه ديالكم، بغيتو تصغروهم صغروهم، بغيتو تكبروهم. المهم انا هنا درتهم حجم متوسط. فهاد الكميه هذه خرجت منها 10 ديال لي شنيك، ممكن تخرجوا حتى 15. الا بغيتو تصغروهم شويه راه ممكن تخرجوا منها حتى 15. صافي غنستمر حتى نكملهم. من بعد ايضا غنوضعهم فواحد اللاطه اللي مفرشه فيها ورق الطي، وغادي نبقى ندهن اليد ديالي غير بواحد شويه ديال الزيت ونبسطهم هكا شويه باش يجيوني مبسوطين، ما يبقاوش طالعين ويتحلوا ليا من الفوق. غير واحد شويه وغنخليهم حتى هما يخمروا، غنوضعهم جانبا يخمروا. صافي هنايا بالنسبه للكرواسه ديالي منين خمرات كيكون هذا هو الشكل ديالها. علاش قلت لكم فرقوا بيناتهم؟ راه حقيقه كما شفتوا راه ضاعف الحجم ديالها وتلاصقوا ليا. هنايا بيضه، كديروا بيضه كندير معاها واحد شويه ديال الصوجه اللي كتعطي اللون البنات هي الصوجه الثقيله. صافي وغادي دهنوا مزيان هذا الوحدات ديالكم. فهاد الاثناء رانا مخدمه الفران خصو ضروري يكون سخون. غادي ندهن الوحدات ديالي مزيان حتى ندهنهم مزيان. من بعد غادي نرش عليهم واحد شويه الحبوب ديال الشيه، وغادي ندخلهم الفران ديالي عليهم العافيه من التحت حتى يبانوا ليا تنفخوا كيتحمروا كيبدا هكا الحمور يطلع عليهم من الجناب. صافي ومن بعد غنحمرهم من الفوق. فاش نخرجهم من الفران غادي نغطيهم. غادي ندوز دابا باش غادي نوجدوا مع بعض الحشوه اللي غادي نحتاج فيها بصله وحده، 250 غرام ديال الكفته، عندي هنا فلفله صفراء مقطعه ممكن ديروا اي لون، وعندي قرعه خضراء محكوكه. بالنسبه للتوابل عندي هنايا بودره ديال الثوم، غادي نزيد عليها واحد الكميه ديال واحد التابل اللي كيجي زوين بزاف اللي هي توابل مكسيكيه البنات، كيجيو واعرين في هذه الحشوه. غير جربوهم راه ما غاديش تندموا. ممكن ديروا اللي بغيتو، ديروا هذا تاع الكفته اولا ديروا التوابل اللي بغيتو. هنايا غادي ندير الابزار. غير هما هاد التوابل المكسيكيه فيهم واحد المذاق زوين وفيهم مكونات، ممكن ديروا الزعتر ديروا المهم اي حاجه بغيتو فهاد الحشوه هذه كتمضقوها على حسب المذاق ديالكم. هنا كيما شفتوا درت الملح والابزار وزدت واحد شويه ديال زيت الزيتون. صافي وغنخلط هاد المكونات وغنحطهم يتشحروا ليا مزيان على عافيه مجهده باش يتشحروا مزيان ديك الخضره. صافي هنا الكرواسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. خليتها حتى بردات تماما، غطيتها وخليتها بردات. راه ولات خفيفه يا البنات، عرفتي واحد المذاق واحد الشكل ديالها دايره بحال البونجا، كتجي زوينه بزاف. هنا كما شفتوا غادي نوضع فيها قطعه من الخس. والحشوه ديالي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما بردات وطالعه منها ديك الريحه ديال التوابل المكسيكيه. يا سلام، فيها واحد المذاق فعلا صراحه هائل. ما شهيتكم فيها. كنوضع كميه بسيطه هكا ديال داك الحشوه ديالي، ومن بعد غادي نزيد واحد القطعه ديال الجبن ديال الساندويتش قسمتها من النصف. صافي وهنا كنتحصلوا على واحد الكرواسه اللي محشيه كتجي صراحه زوينه وبنينه بزاف، والمذاق ديالها ولا الشكل ديالها كيجي رائع. وانا اكيده انكم الا جربتوها راه غادي تعجبوا وليداتكم. صافي كما شفتوا بنفس الطريقه بالنسبه للحشوه فممكن ديروا اي حشوه نتوما بغيتو، ماشي شرط انكم تلتزموا بهذه، ديروا على حسب المتوفر عندكم. وراه الشكل ولا المذاق ديالها راه كيجي زوين بزاف. انا غادي نستمر حتى نكمل هادشي كله. غادي ندوزو دابا باش غادي نشوفوا التحليه ديالنا من بعد ما بردات. كيكون هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. هي سهله باش تحيد من هاد ليمول هادو، ما كتاخذش زعما مجهود ولا كتلصق ولا شي حاجه. كتحاولوا هكا غير تفكوها غير في لون هذا، غتفكوها هكا من الجناب، كتقلبوها في الطبسيل وكتبقاو تديو هكا وتجيبوا وكتقلب معاكم. يعني راه ما كتاخذش منكم شي مجهود ولا شي حاجه. كتقلبوهم هكا في الطبسيل كيعطي الشكل ديالهم زوين البنات. شوفوا معايا هنايا ها نتوما غير كتميلوا شويه بحال هكا وصافي. فاش كتقلبوا في الطبسيل راه كتحيد معاكم. غادي نديموا ليهم كاملين من المول بنفس الطريقه. وهنايا انا غادي نزين الطبسيل ديالي بواحد زينوا بالفواكه اللي متوفرين عندكم. بالنسبه لي انا عندي غير شويه البنان وشويه الفريز غنزين بهم هكا من الجناب. وصافي من بعد غادي ندير واحد شويه ديال الخطوط ديال الكريم كراميل عندي في الكف الجاهز. وصافي هنا كيكون الديسير ديالي واجد. ممكن ايضا نزيدوا شويه ديال الفواكه الجافه الا بغيتو، شويه الكركاع شويه اللوز، المهم على حسب الرغبه ديالكم.
وهنا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشناك ديالي، حتى هو من بعد ما خرجته من الفران كما كتشوفوا راه غير خرجته خليته حتى هو غطيته وخليته حتى كيرجع ليه داك، حتى كيبرد ويرجع ليه داك الصهد ديالو، كيعاود يجي البنات ما نقولش لكم كيجي رائع جدا جدا جدا. وشوفوا لي الرطوبيه ديالته كيفاش كتجي. بالنسبه لي انا خليته هكا، راه ممكن تزيدوا تزينوه هكا، بغيتو دهنوه بشويه المربى وترشوا عليه شويه الحبوب ديال الكوك اولا شويه الكاوكاو مهرمش ولا اللي بغيتو. وبالنسبه للكرواسه ديالي المحشيه هذا هو الشكل ديالها، راه كتجي حتى هي هائله جدا وشيك حتى في الشكل ديالها راقي، ولا المذاق ديالها ما نقولش لكم، راه كتعجب وليداتكم وتعجب حتى ضيوفكم الا درتوهم ليهم. وهنا الطبق ايضا ديال بالنسبه للديسير ديالي حتى هو راه كيجي هائل البنات، غير جربوه راه ما غاديش تندموا. وداك داك المشماش فيه داخل راه كيعطيه واحد المذاق صراحه زوين بزاف. بغيتو ديروا حتى الزبيب حتى هو راه كيجي زوين بزاف. الزبيب هو الا درتو الفلون ديال الموز ديروا معاه الزبيب كيجي رائع بزاف معاه. كنتمنى ان الوصفات اللي قدمت لكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ينجحوا معكم. غادي نقول لكم حبيباتي صحاباتي ما تنساوش لي لايك ديالكم، ما تنساوش ايضا تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعم فائده. غادي نقول لكم شكرا لكم جزيل الشكر على المشاهده والتشجيعات، والى فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.